اليابان هي واحد البلاد اللي معروفة بالتكنولوجيا المتطورة ديالها وعدد سكانها الكبير، كذلك بالانمي والثقافات الفريدة ديالها. ولكن في هذا الفيديو غنكتشفوا امور جديدة ومعلومات غريبة عليها، ويلا نبداو. تخيلوا معايا كاينه مهنه ديال تنظيف الجثث المعزوله. بسبب العزله والوحده كاين اشخاص اللي كيموتوا بوحدهم في ديورهم بلا ما يعلم لهم شي حد الاخبار، وكاينين شركات اللي متخصصه فقط في هذه الامور، فانهم ينظفوا الاماكن ديال الوفاه الناس اللي ماتوا بلا ما يلاحظهم شي حد، وكيكونوا ميتين لعده اسابيع وشهور وحتى حد ما كيرد البال الا ملي كتعطي الرائحه ديال الجثه. قمه الوحدانيه في هذا الامر انه شي حد يموت وما كيسول فيه حتى شي حد، حتى كيلقاو الناس الجثه ديالو اولا الرائحه كيشموها، كيتم التنظيف ديال داك المنزل. المعلومة اليابانيين ما كيدفنوش وإنما كيحرقوا الجثة. في عام 1986 بدات اليابان كتشوف واحد الظاهره غريبه كتنتشر وسط الشباب. ناس صغار في العمر كيسدوا على راسهم في الغرفه ديالهم وكيمنعوا راسهم من العالم، كيبقاو بلا قرايه بلا خدمه بلا حتى شي كلمه مع العائله. تخيلوا معايا، اكيد غتكونوا كتسولوا شنو السبب. وهما في واحد الدوله اللي زوينه اي واحد يتمنى يمشي لها، وهنا غنعرفوا ان من بين الاسباب ضغط المجتمع والنظام التعليمي اللي عندهم مشدد بزاف، والفشل الدراسي ولا المهني، الخوف من انهم يخرجوا يبانوا للعالم، وحتى انه فقدان الثقه بالنفس. وهادشي اللي المعلومه راه ماشي مشكل نفسي بسيط، حيت هذه راه ازمه وطنيه. اليوم اكثر من مليون شخص في اليابان عايش بحال السجين في ديورهم، وبعضهم راه داز عليهم اكثر من 20 عام وهما عمرهم خرجوا من بيوتهم ولا شافوا الشمس. فضروري كان خاصو يكون شي تدخل، فداروا برامج المساعده ديالهم باش يخرجوا من هذا الوضع، حتى انه شي جمعيات كتحاول دير زيارات للمنازل ديالهم وتفتح الحوار معهم. كاين حتى مراكز اعاده الادماج باش يعاونوهم يندمجوا في المجتمع بشويه بشويه. كيف ما كتعرفوا ان اليابان فيها نسبه عاليه ديال المسنين اللي عايشين غير بوحدهم. تخيلوا معايا هاد كبار السن كيكونوا عصابات اجراميه باش يديروا الجرائم ويمشيو للحبس، لانه كيقولوا انه كيلقاو فيه تما الاهتمام والاكل. تخيلوا معايا انهم كيفضلوا السجن على انهم يبقاو احرار، لانه كيحسوا بالوحده. باش ما نطولش عليكم لا فيديو غادي نحبس حد هنايا. الا عجبتكم هاد الفقره مازال ان شاء الله نشارك معكم لي معلومات غريبه وزوينه، وبسلامه عليكم. ما عليكم الا انكم تشتركوا في القناه ديالي وديروا لي لايك وتقولوا لي اش من بلاد نهضر عليها.